في حكايات بتتحكي من سنين بس الناس بتضحك عليها وبتقول خرافات، بس الناس اللي شافوا والناس اللي عاشوا اللحظة ما رجعوش زي ما كانوا. النداهة مش خيال، النداهة صوت، النداهة لعنة، واللي بيسمع صوتها عمره ما بيرجع زي ما كان. محمود شاب في أول العشرينات ساكن في قرية هادية على أطراف الصعيد، ابن فلاح بسيط وأبوه مات من كذا سنة، وهو عايش مع أمه وأخته الصغيرة وشغال في الغيطان. الناس كلها كانت بتحبه لأنه جدع وشهم وبيخاف ربنا، بس زي أغلب الشباب ما كانش بيصدق الحكايات القديمة. في ليلة من أيام الصيف كان الجو جميل قوي في الليلة دي، وكان فيه هدوء غير عادي. محمود اتأخر وهو بيروي الزرع، وهو مروح عند الترعة الساعة 1 بعد منتصف الليل سمعها صوت ناعم هادي بيهمس في ودنه. محمود. وقف اتلفت حواليه لكن مفيش حد. النداهة محمود